مساء الفل، يا مساء الخيرات. أنا مريم من قناة اسكندر مريم. يلا بينا كده النهاردة بإذن الله قراءة بأول حرف من اسم حبيبك أو شريكك. قراءة بتكون هل العلاقة بينكم بترجع تاني؟ هل بترجعوا لبعض تاني؟ وهل هو بياخد لك خطوة في أي وقت قريب؟ عشان نعرف المجموعة الأولى بالحجر الأحمر والمجموعة التانية بالحجر اللبني. نبدأ الأول القراءة، ثم بعد كده بقى ناخد كروت ونشوف طاقتك انت في الآخر. يلا بينا. هل العلاقة بينك انت وهذا الشخص بترجع؟ طيب هل هو بياخد لك أي خطوة قريبة؟ الإيت اوف وان، جاستس، 7 اوف وان، 8 اوف وان، 7 اوف وان. التايم ده الوقت ده للأكشن، في أكشن هنا، في خطوة، في حاجة. حاسة إن في حد بيقول كده، يعني حاسة إن في حد بيقول خلاص المفروض إن دلوقتي أنا زهقت من الانتظار، أو أنا مش حابب أنتظر. شايف إن من العدل إن المفروض يبقى في خطوة دلوقتي. ماشي. التن في كب، ايا كان اللي حصل هو مزعج بالنسبه لك وبالنسبه له، ده باين وواضح جدا. ايا كان اللي حصل وعكر صفو العلاقه في وقت كانت العلاقه بدات تخش في طاقه فيها هدوء، فيها توازن، فيها راحه نوعا ما. شايفه ان في حد ابتدى يلوم نفسه، والحق انه مش بيلوم نفسه بس، لا، بيلوم نفسه، بيلوم الظروف اللي حطيتكم انتوا الاتنين في الموقف ده، خصوصا هو يعني شايفاه وكأنه بيعتب قوي على الظروف اللي حطيته في الموقف دوت وياك. بيبص عليك، شايفك الحقيقة قوي جدا، مستقل جدا، وكأنك يعني مش هقول مش فارق معاك، لان هو شايف ان الموضوع وان اللي حاصل ما بينكم فارق معاك، لكن وكأنه عاوز يوريك نفسه، عاوز يقولك بص عليا، انا الموضوع فارق معايا انا كمان، وفارق معايا قوي ان انا وانت نبقى بعيد، او ان انا وانت نبقى في طاقة اللي احنا فيها دلوقتي. ده ظاهر هنا في الناين اوف بنتكلز، ده معناه انك فارق معاك نفسك قوي قوي. هل هو واخد باله من ده؟ طبعا، والا ما كانش يبقى في طاقة زي طاقة الايت اوف وان، او طاقة زي طاقة السيفن اوف وان، وهو بيبص على العلاقة لما كانت فيها توازن او سعادة او راحة نوعا ما كانش هيبقى في الطاقة ديت. يعني اعتقد ان هو هنا مش حكاية بقى ان هو عاوز يلحقك، او عاوز انه يلحق العلاقة من ان هي تتحطم تماما او يحصل فيها حاجة تبوظها تماما. لا، الحكاية مش كده دلوقتي. الحكاية دلوقتي فيها انا عاوز ايه، يعني اخيرا بدأ يبص لنفسه من ناحية ايه اللي ممكن يسعدني او ايه اللي ممكن يبسطني. يعني هو دلوقتي ابتدى يبص للموقف على اساس انا كده مش مبسوط، اللي احنا فيه دوت مش بسطني. تعالى كده. غريبة، امال انت ليه حاسس بانه في هزيمة هنا؟ اوكي، واو. ليه؟ صح، ليه هو ده، مش ليك انت ده. اه، بصوا
كده بدأت افهم البازل بتتحل. بص بقى، في موقف معرفش حصل والله هيحصل، بس بناء على موقف حصل بالفعل. يعني ايه؟ انا افهمكم دلوقتي بالظبط اقصد ايه. دلوقتي في موقف حصل منه اتجاهك، موقف نادل قوي، وليكن بعد ما الدنيا كانت ماشيه كويس، فجاه واحده بصيت لقيته بيتحول عليك، بيتقلب، بيغدر من غير ما تعرف ايه اللي بيحصل. طيب ايا كان بقى، هو شال في قلبه، موقف حصل مضايقه، وبعد كده قام شايل في قلبه، مش عاوز يفتح لك قلبه ويقول لك ده مضايقني وده مضايقني، فقام شايل جواه، والموقف بتاعه ظهر لك على اساس انه شيء فيه غدر، شيء فيه يعني شيء فيه شيء خلاك تغلي، تتضايق قوي. طيب انت لسه ممكن، اسمعني كويس، ممكن لحد هذه اللحظه لسه ما ردتش على الطريقه اللي هو زعلك بيها، او رديت وهنا من خلال طبعا التن اوف سورد، الايس اوف سورد، الكينج اوف سورد، هو يشعر بهزيمه. هو كان بيعمل خطوه، دائما حصل هيحصل، هو كان بيعمل خطوه ليك ونسي ان هو كان نادل قوي في الحركه اللي عملها، او خذلك كتير قوي في الحركه اللي هو عملها الاخيره ديت. حركه زي ايه؟ عملك بلوكات في كل حته، اتصلت بيه مردش عليك، بعتله رسايل عمل ان هو مش واخد باله، بعتله فويسات عمل ما سمعهاش اصلا، معرفش، حركه توكسيك جدا، زعلتك قوي، خلتك تغلي انت. يعني انت باي حال من الاحوال ما كنتش موافق على طاقه هذه، يعني كنت زعلان جدا. احتمال ان هو بالفعل دلوقتي عمل خطوه وانت قابلتها تقريبا بنفس الطريقه اللي هو قابلك بيها. يعني الطريقه اللي هو زعلك بيها، انت عملت معاه حركه زعلته لنفس الشكل زي ما هو زعلك. يا اما ده بيحصل، لان انا شايفاه حاصل، يا اما حصل يا بيحصل. خد بالك قوي ان ده بالنسبه له هيبقى زي الهزيمه كده. فانا كنت مستغربه قوي لما الكينج اوف سورت والايس اوف سورت نزلوا، وبعديهم التن اوف سورت والسترينث. جيت انت هنا في السكس اوف وان فهمت ايه اللي بيحصل، لان هنا كنتش فاهمه قوي. هنا قلت الله، طب ما غريبه قوي، هو ليه بيعمل خطوه؟ انا شايفاه بيعمل خطوه، طب ليه انت هنا تشعر بهزيمه؟ طلع الموقف هو عمل خطوه، انت اشعرته بالهزيمه لانك كنت بمنتهى القوه، وبعد ما نفذت هذه الخطوه ناحيته، او لما هو جه يعمل الخطوه وانت قابلتها بنفس الشكل اللي هو قابلك بيها، مشيت انت اديت ظهرك. هنا ده كان يعني تقريبا بمثابه هزيمه يعني. عارف ليه؟ عشان ليه حاسه اسلوبه، طريقته كانت برضو مش حلوه وهو بيعمل الخطوه. كانه مثلا بيعمل لك الخطوه وهو شايف نفسه قوي عليك، وهو بيقول لك انا عارف انا ايه بالنسبه لك، انا عارف انا مين، بدون ما يطبطب عليك مثلا ويقول لك سامحني، او يقول لك ده حصل مني معلش ما تتضايقش. على فكره انت نفسك مش هتبقى متوقع اللي انت عملته ده، ممكن فعلا لو ده حصل انت دلوقتي مش متوقع نفسك قد ايه خطير، وقد ايه كنت متوازن وقوي جدا بمنتهى فول سترينث لما عملت معاه الموقف دوت. انا شايفه ان الموقف اللي انت عملته اقوى كمان من الموقف اللي هو عمله، وده لانه ما كانش متوقع ان انت تعمل معاه موقف من مواقفه وياك. اوكي على كده I wish I could take back my words. سبحان الله. بس بقى دلوقتي بقول لك ايه، بيقول لك اتمنى ان انا ما كنتش قلت اللي انا قلته. اوكي بص هنا بيقول لك you hurt me. هنا بيقول لك انك جرحته، هنا بيقول لك انت جرحتني. اذا لكتير منكم الموضوع دوت بالفعل حصل، وربما بيحصل، وانت نفسك بقول لك بتبقى مندهش جدا من الطاقه اللي انت بتحطها
عليه من غير ما تاخد بالك. هنا انت ظاهر في الكوين اوف كاب، هو ظاهر في الامبرور. الكارتين دول حلوين جدا، مش وحشين خالص. بعدين فور اوف واند والشمس، احتمال كبير جدا بل انه موجود هنا انه هذا الشخص يرجع وهو بيقول لك انا غلطت لما خدتك بالطريقه الفلانيه. طبعا هو مش هيقول لك دوت وجها لوجه، لكن هيبقى زي ما يكون بيقول لك كده، ودوت هتكون من طريقه كلامه هتلاقيها مختلفه، هتفرح منها، هتحس ان في توازن في بيت العلاقه، هتحس ان هو متزن قوي وهو بيكلمك. اللحظه دي هتيجي تفتح له قلبك تاني. ده انا حاساه بيحصل، بس هيبقى في مخاوف من ناحيتك. يعني حاساها وكانك بتقول لي خايف افتح له قلبي تاني. حاساك بتقول لي كده. اذا هنا الخطوه ديت بناء برضو على الخطوه دي اللي هو خدها. لما هو خد الخطوه ديت وحس بهزيمه، فكر ازاي يصلح في العلاقه هنا. اوكي، الكينج اوف كاب، الايس اوف كاب، مات فونتس، تريف كاب. واو، ده في حاجة هنا ظهرت لي يعني كده وكأنك انت مش فارق معاك. لا، انت فعلا مش فارق معاك. تريفان، طيب غريبة قوي، انت من كتر ما انت زعلان مش فارق معاك. طيب هيفرق معاك اول ما هذا الشخص يبدأ يغير من اسلوبه من طريقته. لكن دلوقتي انت محتار اذا كنت حتى لسه بتحب الشخص ده بنفس الشكل ولا خلاص. في حيرة غريبة جدا جدا من جواك اتجاه الموقف برمته داخل هذه العلاقة. شايفاك مصمم تبقى كوين اوف سورد، شايفاك مصمم تبقى قوي في كوين اوف فن، شايفاك مصمم على بداية جديدة، وكأنك بتقول لنفسك رجع لعقله، حاول ان هو يتعامل معايا بما يرضي الله، انا ما عنديش مشكلة، وطبعا ممكن ساعتها ان احنا نصلح العلاقة وانا هكون مبسوط. لكن غير كده انا اخترت طريق تاني، انا مبقاش فعلا فارق معايا اللي يحصل ده من زعلك، من مخاوفك، من انتظارك على فكرة الى ان الامور تظبط. وكل ما انت بتيجي تنتظر الامور تظبط بتبص حواليك وتلاقيه هو كأن في حالة لا مبالاة رهيبة، وكأن مش فارق معاه حاجة. ده في حد ذاته بيخليك تغلي اكتر في نفسك، وبيزعلك اكتر، وبيحسسك وكأنك انت كنت شايل هم العلاقة من اول لحظة لحد دلوقتي، وهو طول الوقت كانت مش فارقة معاه وكان عنده نفس حالة اللامبالاة. بس اي علاقة بتاخد 2 يصلحوا فيها و2 يبنوها. لما تحس انك لوحدك وتحس ان حتى الانتظار انت مستني لوحدك، تصليح في العلاقة بتعمله لوحدك، اي شيء في العلاقة بتعمله لوحدك عشان تحس ان في توازن بالشكل دوت، انت بتبقى اقرب الى انك تمشي تماما عن انك تنتظر. ده اللي انت وصلت له، انت وصلت للحظة ديت او وصلت للحتة ديت بطريقة على فكرة انت مش واخد بالك منها، بطريقة حلوة جدا. انت نفسك هتتفاجئ بنفسك قوي اللحظة اللي هتبص تلاقي نفسك فيها بتقول لهذا الشخص بص عليا كده، انا بعمل ايه؟ انا بعمل بالظبط اللي انت عملته معايا. وفي اللحظة ديت هيبقى قلبه موجوع قوي وبيتعصر عصر وبيبقى مش عارف يعمل ايه، لدرجة ان هنا التين اوف سورد ظهر له جنب الايس اوف سورد والكينج اوف سورد. انت شكلك بتخليه يخجل من نفسه، بتخليه يتكسف من خطوة هو بيعملها لك. ربما انا شايفاها الحقيقة خطوة عشوائية. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني بيعمل خطوة عشوائية، خطوة ما فيهاش تصليح حقيقي، ما فيهاش بناء حقيقي داخل العلاقة، خطوة علشان يحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا.
في المثل. انت هتحس بكده، هتحس ان هي خطوة فيك قوي، او خطوة فيها لا مبالاة، او خطوة طرية كده، ما هياش حاجة فيها شخص خايف على وتد العلاقة. ده اللي هيخليك تظهر قدامه بالشكل ده. انت واضح قوي انك هتظهر قدامه بشكل الشخص اللي ما بقاش خايف على العلاقة، عنده نفس نوع اللامبالاة اللي عنده. هو هيشوف دوت هيتجنن، لانه مش متوقع ده منك، او ما كانش بالفعل متوقع انه انت تعمل معاه اللي هو بيعمله معاك. فاي مفاجأة من النوع دوت يعني تجاه اي شخص لازم طبعا تفرق، ولازم طبعا تزعله. طيب بص بلدي، فرص، بس في مشكلة. بيجر صوت، خد بالك لان الخوف مش هيجي منه حاجة. وهنا انا شايفاك خايف من ان العلاقة ترجع وبعد كده هو تحصل مشكلة. شايف البيجر صوت تتطور، هو قبل ما ينزل تتطور قلت لك الكلام ده. ماشي، هنا انا يعني هقولها لك كده. بص، انت خايف، المخاوف اللي عندك عبارة عن خوف من ان العلاقة ترجع تاني، وبعد كده هو تمروا تاني بنفس الازمات اللي انتوا كنتوا بتمروا بيها قبل كده. ده لانك ما عندكش ثقة في هذا الشخص بقالك فترة. يعني ايه يعني الثقة مش موجودة من جواك؟ ليه؟ من فترة طويلة. ثقة مش موجودة من فترة طويلة من جواك لهذا الشخص. طيب ايه الحل بقى في كده؟ الحل انك تسيب الدنيا تمشي بالراحة وبراحتها لحد ما تشوف هتروح فين. لان احنا كبني ادم يعني مش هنقدر طبعا نمسك الشيء بايدينا، يعني مش هنقدر ان احنا نوقفه، مش هنقدر ان احنا نتحكم فيه ازاي يمشي. هتقولي ما هو مريم اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا، وانا دلوقتي فعلا ما بقيتش لا اثق فيه ولا ارتاح له. تخيل. اذا بدل ما تحاول انك تتحكم في العلاقة، حاول انك تبقى بتبص على النقط الحلوة اللي انت عملتها لنفسك خلال الوقت اللي انتوا الاتنين ما كنتوش فيه سوا. لان انا هنا شايفة ان انت بالفعل بدأت تمشي في طريق كده فيه زي ما تقول شيء انت بدأت تبنيه لنفسك. فكرة الشخص ده لسه مش واخد باله من كده، يعني هو لسه مش واخد باله لحد هذه اللحظة من انك فعلا بدأت تبني حاجة لنفسك. على الاقل جواك انت من جواك بدأت تجرو، بدأت تتطور كإنسان. خلاص في حاجات كتيرة قوي هو كان بيعملها ما بقيتش تفرق وياك. بس انت دلوقتي في حتة ان صعبان عليك نفسك شوية، فده مخليك زي ما تقول كده اقرب الى انك تقفل قلبك منك انك تفتحه. ليه؟ على فكرة ده مش هيضايقه، بالعكس ده هيخليه بيدور على الحتة اللي فيك اللي يقدر يخليك منها تفتح قلبك مرة تانية. ليه؟ يعني ما تقلقش، انت كده كسبان لو مشيت بنفس الشكل اللي انت ماشي بيه داخل هذه العلاقة. يعني ما تخلوش يفرض ابدا سيطرته من حيث الحاجات بس اللي هو عاوزها وعاوز ينفذها في العلاقة عليك او على العلاقة وياك. حاول ان يبقى عندك على طول صدر له الاشياء اللي انت نفسك تعملها ونفسك العلاقة تبقى ماشية بيها. يعني هنا انا حسيت بتقولي انا اللي كنت بدي على طول. طب ليه ما تتكلمش معاه في حاجة زي كده؟ هتقولي مفيش، ما ادانيش وقت. خلاص انت قدامك هذا الشخص لما هيقرب تاني، لو حسيت انه لسه مش عاوز يديك وقتك ولسه مش عاوزك يبقى عندك كلمتك وشخصيتك في العلاقة، انت ليك ساعتها حرية التصرف في انك تبعد. ما حدش ساعتها هيقدر يمسكك ابدا
انت في اللحظة دي اللي هيبقى عندك الحرية في انك تبعد. وانا شايفة هنا ان هو هيحاول مرتين على الاقل. مرة هيشعر فيها بانه اتخذل، المرة التانية هيشعر فيها بانه لازم يعمل حاجة حتى بعد ما اتخذل منك. طيب نوعا ما انت هقولها لك ازاي، عايز تعرف ازاي تبقى مش مقصر في حق نفسك داخل العلاقة تاني. كأنك خلاص بدأت تبص لنفسك مش ليه. يعني دلوقتي انت بدأت تبص لنفسك ازاي اوجد لنفسي التوازن في حياتي، حتى حياتي الشخصية، حتى حياتي العاطفية مع اي حد كان. يعني انا كده هاخد لك كارت اولا، ولا ثانية واحدة هاخد له هو كارتين. اول حرف من اسمه قبل ما نبدأ على طول. هنا بيقول لك عنده كلام عاوز يقوله ومنتظر الوقت المناسب اللي يقولك فيه اللي هو عاوز يقوله. I want to tell you how I feel. هنا الكارت ينزل لوحده طبعا، وبيقولك عاوز يقولك هو حاسس بيه. خد لك انت كارت من هنا، شوف القمر عايز يقول لك ايه، الملايكة عايزين يقول لك ايه. It's time to take action. القمر الجديد في برج الحمل بيقول لك هو ده الوقت اللي انت المفروض تاخد فيه خطوة لشيء انت عايزه، شيء انت نفسك فيه، نفسك تعمله، نفسك تحققه، هدف ما. حلو كده نشوف طاقتكم ايه بالظبط اللي انت خايف منه. حسيت ان عندك مخاوف تجاه الشخص نفسه، تجاه العلاقة وياه، مش عارف تطلع منها على فكرة لانك بتفكر فيها كتير. هنا في كوين اوف كاب هيروفنت. اوكي ماشي. هنا في السترينث. مخاوفك كلها في حتة انك مش واثق في هذا الشخص. اولا ومبدئيا نزل لك كروت مهمة جدا، نزل لك كوين اوف كاب، الهيروفنت، حاجتك للتوازن الشديد وحاجتك للحب في حياتك. انت محتاج حب في حياتك ايا كان مين الشخص. انا شايفة ان انت محتاج حب في حياتك، سواء انت قلت لي هو او مش هو، انا ماليش علاقة. ده اللي انا شايفاه الحقيقة. حاجتك للتوازن هي هنا خلال الكوين اوف كاب والهيروفان. ده اللي انت محتاجه، محتاج حب، محتاج احتواء، محتاج حد يكون جنبك. الهاي بريست والهانجت مان
والسترينت. ده الموقف اللي انت خدته او بتاخده اتجاه هذا الشخص، وبتحس من جواك بقوة شديدة، بتحس من جواك بان هو ده اللي انت المفروض كنت تعمله، وبانك ما كانش ينفع ابدا ان تخلي حد يتعدى حدوده معاك في انه يمشيك على كيفه لمجرد ان هو عاوز يمشيك على كيفه، يمشي العلاقة بالطريقة اللي هو عاوزها. انا شايفة انك بدأت تتصرف صح، بس انت مش عاوزك تنسى ابدا على قد ما انت محتاج الحب ده في حياتك، على قد ما هو شيء مهم جدا لازم يتواجد في حياتك. فبلاش انك يعني تدير ظهرك لنفسك، لان من خلال حبك لحد انت بتنسى نفسك، وبتنسى حبك لنفسك، وبتنسى انك لازم تحب نفسك اولا، وانك لازم تجد العلاقة المناسبة او الشخص المناسب اللي يديك زي ما انت بتدي في العلاقة. ده اللي انت لازم تركز عليه الفترة الجاية. اخدت ايه انت من علاقة طول الوقت تقريبا واقفة ما بتتحركش؟ ما اعتقدش انك اخدت اي حاجة ايجابية. الحاجة الوحيدة الايجابية اللي انت خدتها هو الديفولب، التطوير اللي انت عملته لنفسك داخليا يعني، ووصلت منه اللي انت فيه دلوقتي نفسيا، ويجرو يعني تطورت. تريف كاب. اوكي، انت عايز تقولي هنا انك الشيء اللي مخليك مش قادر تثق في هذا الشخص هو انك كل لما بتيجي تبدأ معاه من اول وجديد بتلاقيه بيديك ظهره، بيتقلب عليك، بيتغير في لحظة. كل لما تيجي تبدأ معاه من اول وجديد، وكل لما بتيجي تهدى والعلاقة تهدى والدنيا تبدأ تتحرك في طريق هادي جميل ومتزن، فجأة واحدة بتلاقي هذا الشخص تخلى، يتقلب، التون حتى طريقة كلامه مثلا معاك بتتغير، بتحسه من شخص منتهى الجمال والحنان والحب لشخص خلاك بلايند فولدد، او خلاك معمي عن الطريق اللي انت عاوز تمشي فيه، مش عارف العلاقة فيها ايه، مش عارف اذا كانت اتصلحت ولا باظت تاني. يعني بمعنى ادق كده الشخص دوت مش مخلي فيه علاقة للأسف اني فعلا شايفة ان حاجتك الشديدة للحب هنا، والحاجات اللي انا شايفاها مش عارفة تتصلح في العلاقة، انت مش عارف تصلحها، وهي مخاوفك من العلاقة ومن الشخص دوت. كل ده مبني على اساس انك داخل علاقة غير صحية، بيئة العلاقة غير صحية ليك. وكأنك ما بينك وما بين نفسك بتقول ان الاوان بقى ان انا ابدأ في البحث عن نفسي، وعن الشيء اللي يساعدني، وعن الشيء اللي يعوضني كل الحب اللي انا كنت بديه وما كنتش باخده في المقابل. انا عارفة ان ده مش سهل على فكرة، وعارفة ان ده في حد ذاته يعني متعب ومرهق جدا، لكن ده شيء لابد منه، شيء لابد انك تبدأ فيه، وانا عارفة انك بالفعل بدأت. خد له كده كارتين من هنا كمان قبل ما ننهي القراءة. هنا بيقول لك I remember every details of that day. ممكن يكون يوم ذكرى كانت حلوة ما بينكم هو مش قادر ينساها.
هنا بيقول لك you are my favorite. you are my favorite هنا الكارت دوت تفسيره انه هذا الشخص بيقول لك ان لما بيحس انه عاوز يقول اي حاجة يفتح قلبه في اي وقت، يعني اول حد هو بيفكر فيه هو انت. طبعا بشكر جدا المجموعة الاولى، اشوفكم بكرة ان شاء الله. هعمل بوز واجي للمجموعة التانية على طول. يلا بينا المجموعة التانية والحجر اللبني اهو. هل العلاقة بينك وبين هذا الشخص بترجع تاني؟ هل في اي خطوة قريبة بيعملها لك؟ ندخل على طول على القراءة. Temperance, Four of Wands, Knight of Wands, Judgments. لو قلت لك ان هذا الشخص عاوز العلاقة ترجع اكتر ما انت عاوزها ترجع، هتقول لي ايه؟ طيب شايفة هنا قدامي حد بيحاول انه يقنع نفسه بان العلاقة انتهت، ولكن الطريقة اللي هو بيقنع نفسه بيها ان العلاقة انتهت فيها كذب على نفسه، عارفين، وكذب على اللي حواليه. واشعر ان هذا الشخص كمان بيتكلم مع حد جنبه، بيتكلم مع الناس حواليه على الطريقة اللي هو عاوز يبعد بيها، او على الطريقة اللي هو بعد بيها بالفعل عنك. طيب يعني هنا في حد بيخدع نفسه، حد قلبه مليان قلبه مليان حب، هنا في الكينج اوف كابس. طيب وهو بنفسه اللي بيعمل المطبات الحقيقة اللي في الطريق هنا. بيعلن انه خلاص انسحب من العلاقة، مع ان مفيش حد انسحب من العلاقة الا انت، ودوت طبعا لانك عارف ومتأكد ان ما باليد حيلة، ان هو اللي المفروض يتحرك، انك مثلا عملت اللي عليك او حاجة زي كده. احتمال هو متضايق من حاجة ممكن انت ما تكونش عملتها اصلا، او حاجة هفوة وهو مش عاوز يتكلم فيها. كذا هفوة على بعض عملوا مطب كبير يعني في العلاقة. مش واخد باله في اللحظة ديت ان هو عاوز العلاقة، وعاوز ان العلاقة تستمر اكتر منك يمكن 1000 مرة. ما بينه وما بين نفسه في حب، في شغف، في حنين، في حاجات كتيرة. في الوش بقى اللي هو في السيرفيس، في الوش كده كل الناس اللي حواليه هو بيحاول انه يستعبط، بيحاول انه يقول لا انا مش عاوز العلاقة، ما تهمنيش حاجة تاني، اللي حصل حصل، انا قفلت الصفحة ديت وبفتح صفحة جديدة لنفسي. ده باين قوي هنا في نوع الخداع الحقيقة من خلال النايت اوف واند. النايت اوف واند هنا مقنع علشان يقولك انه القناع دوت هو الشيء اللي هو عاوز يبان للناس، بيهمه قوي 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 شكله قدام الناس، بيهمه جدا انه يبان قوي ما يبانش ضعيف قدام اي حد. الحد بيهمه جدا، والحد اللي هو الناس بيهمه قوي نظرات الناس هتقول عليه ايه، هو شايف نفسه ازاي. ما ينفعش ان انا احب لدرجة ان انا انسى نفسي في الحب، وان انا اضعف وانا بحب الشخص ده اللي هو بيقوله لنفسه الحقيقة. انت عارفه كويس قوي، وعارف طبيعته، وعارف انه حتى لو محروق من جواه وزعلان ممكن يخبي، وممكن انه يصبر الحقيقة، وكأنك بتقول انا عارفه، وهو ده السبب اللي مخليني دلوقتي بحاول اعيش حياتي، او بحاول اني احط كل اللي حصل ورا ظهري، لان انا عارف ان هو شخص صعب قوي عليه ان هو يعترف بان هو يشعر بضعف اتجاه العلاقة، وانه فعلا عاوز يقرب، لانه بدأ يشعر بانه محتاجني او محتاج ان العلاقة دي تكون في حياته.
ده بيقول لي ان هذا الشخص بالنسبه لك كتاب مفتوح. يعني اذ ربما كمان انك شفت هذا الشخص وهو بيحاول يعمل ان هو عايش حياته، حتى بيحاول يقنعك انت نفسك بان هو عايش حياته، بانه ما عندوش مشكله. طيب ناخد له كارتين من هنا نشوف رسايله. رانوي رسايله. اول رساله رانوي، اول رساله بيقول لك فيها ان هو عاوز يكون وياك، عاوز يكون وياك مثلا لوحدكوا، يعني انتوا الاتنين. هنا كده ده اكتر من كارت. طيب بالفعل انا مصدقاه قوي في هنا في الكارت ده، وهو بيقول لك انه بيعمل اي حاجه عشان ينساك. هو فعلا كان بيحاول انه ينسى، مش هقول ينساك، لا، يحط العلاقه وراه على قد ما يقدر، بانه لا انا مش هاخد خطوات. خلاص، لو هو شايف ان العلاقه انتهت انا كمان شايف ان العلاقه انتهت. حتى لو انا غلطت هو اللي لازم ياخد خطوه، المشكله لما يصلح. وكانه مش عاوز ياخد اي اكونتابيلتي. عارفين اكونتابيلتي؟ اللي هو مش عاوز يشوف نفسه غلطان ابدا. على فكره شخص بالطاقه ديت وبالاحاسيس ديت هو ما بيجرحش الا نفسه وما بيتعبش الا نفسه. عارف لما تكون بتظلم داخل العلاقه ومش عاوز تطلع نفسك ظالم، علشان عارف انك قلبك هيعاقبك وضميرك هيعاقبك. هو كده، هو مش عاوز يعترف بأي شيء هو عمله اتجاهك لهذا السبب. انت بقى عكسه هنا في هذا الموقف. انت موقفك وهو انا هحاول اعيش حياتي ولا كأن حاجة حصلت، براحته يعمل خطوة ما يعملش، هو براحته. عاوز يظهر ضعيف مش عاوز برضه، براحته، لاني انا ما غلطتش فيه، او اللي حصل مؤخرا هو كان السبب فيه مش انا. طيب دول طبعا الكارتين اللي نزلوا. يعني في عند منه، مش بس عند عادي هو، لا ده عند شخص عاوز يظهر ان هو مش همه حاجة. ده اللي هو عاوز يصدره لنا، يعني ده اللي عايز يظهره، انه مش همه اي حاجة، ولا همه العلاقة، ولا همه ترجع ولا ما ترجعش. وحتى بيتكلم مع ناس احتمال ان هو يعني الاشخاص اللي هم عارفين عن العلاقة ما بينكم، ويقول لهم خلاص انا قررت امشي، او انا قررت ابعد، والعلاقة دي ما بقاش ليها اي قيمة بالنسبة لي، وهكذا. اوكي هنا الشمس وهنا ده. طيب بص، توف كوين موضوع مزعلك قوي، وده باين، انا شايفاه، بس انت مش عاوز حاجه تاثر فيك تاني. وهو ده اللي مخليك ظاهر هنا جنب الفور اوف سورد، ظاهر في الكوين اوف سورد. انت عارف انك بتمر بحاله استشفاء من اللي الشخص ده عمله، وليكن كان فيه وعود وعهود الحقيقه. وانا شايفه ده ممكن يكون من اكتر الاشياء اللي صدمينك في هذا الشخص، انه بالفعل كانك بتقول له طب ليه وعدت، ليه قلت كذا، ليه قلت هنعمل مع بعض كذا، ليه قلت كذا. في الاخر اشعر كأن هذا الشخص كان بيخبي عليك كل حاجه، وكأنك كنت بتقعد معاه بتحس ان انت قاعد مع حد فعلا لابس ماسك. مش عارفه ليه حاساه عنده حياه فيها كل حاجه، يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، هقولها لك بشكل تاني. يقعد مع اصحابه يفضل يضحك ويعمل نكت ويهزر وبتاع ويبقى طبيعي جدا، ومعاك يبقى بوش تاني. تبص تلاقي الشخص بقى اللي عامل لك فيها جد، الشخص اللي مش عاوز يتكلم في اي شيء، مش عاوز يظهر لك اي حاجه. ده اللي انا حاساه عنه الحقيقه، ودي من الاشياء اللي تعبتك قوي ووجعتك قوي منه.
وانت مش عاوز تسيبها تتكرر تاني. يعني انا حاساك وكانك بتقول لا انا مش هخلي ده يتكرر تاني، مش هخليه يحصل تاني، مش هخلي الشخص دوت يضحك عليا باسم ان انا بحبه ولا انا بحبك ولا اي كلام من دوت، وفي الاخر ابص الاقي نفسي ماليش اي مكان في حياته. مش عارفه ليه انا حاساك بتقول لي كده، حاساك بتقول لي الشخص ده ما حسسنيش ان انا ليا مكان في حياته. يبقى باي اساس بقى حسسه ان هو مهم ولا ان هو ليه اي مكان في حياتي دلوقتي؟ لا، انت دلوقتي اخيرا بدأت تحب نفسك. الوقت اللي هذا الشخص اداهولك داخل هذه العلاقة خلاك تشعر الحقيقة بانك لازم تكون مسؤول عن نفسك وعن حبك لنفسك. من انهي ناحية بقى؟ مش هترضى ابدا من هنا ورايح بانك تخلي هذا الشخص او اي حد يستغل فيك حتة طيبتك او يستغل فيك حتة انك مش عارفة تسامحته كتير. بس المشكلة هنا انك كنت كل ما بتيجي تسامح هذا الشخص ده كان بيجي على راحتك انت وعلى سعادتك انت. دي كانت مشكلة، وعلى فكرة حساك وكأنك ما حسيتش بيها. دلوقتي في وسط ما هو عامل انه قوي وانه مش ضعفان ناحيتك وانه خلاص مشي وان العلاقة بتنتهي او انتهت او ايا كان، دماغه كلها رايحة في حتة يا ترى هو سعيد من غيري، يا ترى في حد تاني ممكن يكون دخله حتة سعادة جوه قلبه، او هل يا ترى بدأ يفرح، بدأ يتبسط، هل في حد بسطه او اسعده؟ تخيل ان هو بيفكر بالشكل دوت دلوقتي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو منتهى الضعف ناحيتك، ناحية كل شيء بيحصل داخل العلاقة في قلبه، كل شيء في قلبه، كأن مفيش اي حاجة عدى عليها يوم حتى، كأنه كل شيء حاصل ما بينكم او حصل في خلال سنين كله جواه لحد دلوقتي. اذا انا دلوقتي شايفة ان الشخص اللي بيتعذب هو مش اي حد تاني. عارف انت الشيء اللي بيخليك ايه السلوى بتاعتك انك لما بتيجي تبص كده على اللي حصل بتلاقيه هو اللي اثر قوي من اول العلاقة. فدوت بيخليك تطمئن تقول انا ضميري مرتاح، انا ما عملتش ربع اللي هو عمله، انا دلوقتي ضميري مرتاح. ده اللي انت بتشوفه. طب تعالوا كده ناخد له كارت من هنا. يور ميستيريوس هنا هو اللي بيقولك انت غامض، مع ان الحقيقة لا، انا شايفة العكس. انا شايفة ان هو شخص غامض جدا، وعلى فكرة شايفة ان هو كان مصمم ان هو يظهر لك ان هو غامض، او كان بيخبي لدرجة انه ما كانش فارق معاه اذا كنت انت تشوفه غامض ولا لا. دلوقتي هو بيقولك هنا انك غامض. طيب تعالوا كده نايت الصوت بيراقب خطواتك، بيراقب كل شيء انت بتعمله. اوكي نايت اوف كوين، كينج اوف كوين، سكس اوف كوين، ناين اوف كاب، بيج اوف كاب. واو بصوا مش عارفه اقولها لك ازاي، بس الشخص ده متوقع منك ان انت اللي تتعب قوي وترجع تاني تدور عليه بمنتهى البساطه. مع اني انا شايفه ان لو انت عملت الحركه دي او لو انت عملت كده هتبقى بتسمح له الحقيقه ان هو عمره ما يتغير وياك. برضو الحقيقه الشيء اللي مخليه حاسس ان المفروض يقوى ان انا حاسه ان الموقف دوت اتكرر قبل كده.
ولما الموقف ده اتكرر قبل كده عملت له انت خطوه، وحس هو ساعتها بانه منتصر، بان انت اللي رجعت. انا مش عايزه اخدها بالشكل ده، بس انا بوريها لك من وجهه نظره هو، ايه اللي مقويه قوي كده، ايه الشيء اللي مديله الايمان بانك انت هترجع تاني، وانك انت اللي هتبدا من اول وجديد. اللي مديله الاحساس دوت ان ده حصل قبل كده كذا مره، فده ده حصل قبل كده كذا مره، اذا ممكن يحصل تاني وتالت. صح ولا لا؟ ده من وجهه نظره. ده بقى اللي انا شايفاك انت شايف ان هو مش عدل تاني. ده انت لدرجه انك شايف ان حتى انتظارك ليه ما هواش عدل مره تانية خلاص. يعني حتى حته انك تستنى او تنتظر، اعتقد ان دوت بالنسبه لك انت شجبته خلاص. يعني انت كانك بتقولي انا ولا هنتظره ولا هعمله خطوه، انا همشي في طريقي، اشوف حياتي، اشوف دنيتي. ولو هو حس بتأنيب الضمير او لو حس ان عنده كلمه اسف عاوز يقولها، ساعتها انا هشوف اذا كنت هقبل باللي هو بيقوله دوت ولا لا. طيب تعالوا كده. unblock me بيقول لك كده الرسالة الشهيرة بتاعت فك البلوك ديت، هنا بيقولها لك يعني. طيب تعالى هنا بقى، كمان ممكن يكون في بلوكات بينكم، اكيد ممكن ليه لا. طيب هنا بيقول لك just being near you is intoxicating، وده طبعا يعني كأنه بيقول لك مجرد ان هو يبقى في قربك او ان انتوا الاتنين تكونوا قريبين من بعض، ده بالنسبه له زي الانتشاء كده. هنا بيقول لك فك البلوك، احتمال يبقى فيه بلوك طاقي كبير. يعني لو ما فيش بلوك حقيقي هيبقى فيه بلوك طاقي كبير منك، القسايه جامده عليك. يعني انا هقولها لك كده، هنا في حاجات انت بتفتكرها مع نفسك. وقبل حتى ما افتح طاقتك، انا مش محتاجه دلوقتي افتح طاقتك، لا لان طاقتك ظاهره جدا في هذه القراءه دلوقتي. وانت بتقول لي لو انا مثلا قلت لك لا بلاش، لو هو مثلا اتصل قالك انا بحبك، انا لسه عايزك، انت عارف انت ساعتها ردك هيكون ايه؟ هو ده كله هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ايه في الذكريات اللي انت كنت، في اللي انت عملته فيا في اللي انت وريتهولي. انت كنت بتشوف علاقات قدامك ماشي كويس جدا، تيجي تبص على علاقتك ويا هذا الشخص وتحس ان انت اوتكاست. يعني ايه اوتكاست؟ يعني انت بره محيط حياته. انا هنا فعلا حساك بتقولي انا كنت بره محيط حياته وما زلت، حتى في الوقت اللي احنا كنا بنبقى انتمت وقريبين جدا من بعض. واللحظه اللي انا كنت بحس فيها ان انا مش عاوز حد من الكون الا هو، دلوقتي هو مش عاوز حد من الكون الا انت. وده اللي في باله، ده الشيء اللي عمال يدور ويلف في باله، ده الشيء اللي كل لما بيجي يبص عليك ويحاول انه يراقبك من بعيد او حتى من قريب بيبقى هيتجنن بسببه. ده شيء انت ممكن تكون لسه مش واخد بالك منه، بس هو شوف هذا الشخص في اول لحظه ظهر لك في الكينج اوف كاب، دلوقتي جاي في الكينج اوف وان، باشنت، طاقه باشنت جدا، طاقه فيها شغف. وثم في الامبرور في انتظار في طاقته، لا انا هستناه، لا مش هعمل خطوات، انا صريح مع نفسي دلوقتي، انا كل اللي انا محتاجه ان انا اجمد واكبر على هذه العلاقه شويه، اكبر نفسي شويه، اكبر دماغي شويه، لما لا هنالك. ده مش هيفيده لان هو اللي عاوز دلوقتي، لكن اهو بيحاول انه يستمر فيه، بيحاول انه يعند، مش هيقدر يعند كتير. المشكله ان هو لما يجي يقرب لك بقى ما تبقاش انت خلاص الشعره الاخيره في حبه او في اتصالك بيه اتقطعت. هي دي هتبقى المشكله اللي بتواجهه. ممكن على فكره ده اللي هو بيفكر فيه دلوقتي، يعني ممكن من الافكار اللي هو بيفكر فيها دلوقتي انك بالفعل تقوله خلاص مش هقدر ارجع تاني، او انه مثلا لو انتوا الاتنين مش متزوجين مثلا تكون اتخطبت من حد تاني ويشوف صورك يمين وشمال، تكون مثلا بدأت علاقة عاطفية جدية مع حد غيره. وهنا بقى هو ده اللي هو بيدور عليه دلوقتي. يعني هل هو منتظر لما يلاقي دوت قدامه ويجري بعد كده عليك؟
يقول لك انت فين، معرفش بالظبط ايه اللي في باله، بس واضح جدا انه مش عارف يعمل ايه في التوقيتات، وعنده مخاوف كتيره جدا. الوايلد سايد هنا بيقول لك الوايلد سايد، وبيتكلم طبعا عن وايلد سايد، وانتوا فاهميني وفاهمين يعني ايه وايلد سايد. ويقول لك انه نفسه ان هو يشوف منك الجانب الجامح والكلام ده كله، الكلام اللي هو ممكن في الاساس يعني يضايقك، لان اعتقد ان هذا الشخص ربما كان يبحث عن الوايلد سايد او الجانب الجامح في العلاقة وياك لوقت طويل، وحجب عنك حياته بما فيها من اسرار ومن اهتمامات، حتى من ضحكات. تخيلوا الموضوع وحش قوي، انه يشارك اصدقائه واهله مثلا او ايا كان مشاكله وضحكته حتى وسعادته، وبالنسبه ليك انت جاي بيدور على الوايلد سايد او على الجانب الجاي. انا مش فاهمه هذا الشخص ليه هو شايف كده. مش شايفاه دلوقتي باصص لمستقبل العلاقه بينكم على قد ما هو باصص لمستقبلك انت، يا ترى هتعمل ايه وهتبقى مع مين. انا مش فاهماه، ولكن الغموض اللي انت شايفه فيه على فكره انا برضو شايفاه فيه، يعني نفس الشيء. نفك غموضه كده شويه، نحاول. ليه مركز عليك انت قوي كده في الطاقه ديت؟ بمعنى ليه مركز انت رايح فين وجاي منين وعايز مين وهتبقى مع مين او مش هتبقى مع مين؟ ليه هو ده اللي هو مركز عليه؟ ما يركز على نفسه. لو هو فعلا خلاص مش عاوز العلاقه تاني، اذا هو عاوز منك انت ايه؟ هو عاوز حد يجي يواجهه بقى بكلمه زي ديت، او بمنطق زي ده، يساله انت عاوز ايه تاني. بص هنا شايفين الديفل، الهانجت مان. اوكي، الايت اوف وان. شايفين يا جماعه الشخص ده بيراقبك، وطاقته فيها يعني طاقته سامه شويه عليك، اللي هو طبعا لو العلاقه ما اشتغلتش اكيد هيروح لحد غيري، هيدور على حد غيري، اكيد لو العلاقه فضلت واقفه كده اكيد هيعمل كذا. دي طاقه سامه جدا عليك. الفول، الفايف اوف وند. لا، الشخص ده حابب يعند بشكل غريب قوي، وللاسف هو كده بيسيب لك انت الفرصه انك تلاقي نفسك من جديد. عارفين؟ شايفين قوتك هنا. الطريقه اللي هو بيعند بيها طريقه انت هتبدا تلاقي بيها قوتك من اول وجديد. على فكره هو مش واخد باله من ده، هو مش واخد باله. هو فاكر ان الدنيا كلها هتفضل في صفه طول الوقت. انا بقى بقول له لا، تفتكرش كده. مش على طول وقت ما بتبقى حابب ترجع هترجع. لا يا جماعه، انا حاسه ان انت هتفهمه ده، حاسه ان انت هتبدا تفهمه ده بشكل او بتاني. بيدور على ايه؟ عاوز ايه؟ معرفش. اكيد مش عاوز اللي انت عايزه، لان الشخص ده لو عاوز اللي انت عايزه كان اتحرك من زمان. عايش حياته بطريقه سامه جدا، ده حتى الاسلوب اللي هو بيتكلم بيه مع الناس اللي حواليه، وعاوز ياكد لهم ان هو مش عايزك، او ان العلاقه بالنسبه له انتهت، او حاجه زي كده. ده مش بس بيضحك على نفسه، بيضحك على الكل علشان يظهر نفسه قوي. خليه بقى دلوقتي يورينا القوه ديت اللي هو بيصطنعها هتنفعه ازاي، او هتنفعه في ايه.
كده خد لك كارت من القمر، اشوف الملايكة عايزين يقولوا لك ايه انت قبل ما نفتح طاقتك. هنا بيقولك be bold and make the first move. الكاردينال ساين بيقول لك كده. الكاردينال ساين بيقول لك خليك جريء واعمل الخطوة الأولى للهدف اللي انت عايزه او للشيء اللي انت عايزه. واو، انت نازل هنا في الناين اوف بنتكلز. بالفعل الشغل اللي انت بدأت تشتغل على نفسك بان وبدأ يبان. طيب بصوا بقى هنا الناين اوف سورد، البيج اوف سورد. يا كرودي بتقول لي ان الموقف دوت بقاله فترة معاك، ان انت بتحاول تعيش حياتك، بتحاول تبقى مستقل عن الشخص دوت، بس من جواك كل اللي انت شايفه طاقته السامة عليك لحد هذه اللحظة، وكأنك بتقول انا بحب شخص سام جدا عليا. ده اللي انت بتقوله. Six of Pentacles، Queen of Pentacles. اوكي كروت مش قد كده. طيب في طاقتك يعني ايه؟ يعني انت مش شايف الشخص دوت زي زمان. ده بيبعدكم عن بعض اكتر. هو هيحاول يقرب، والطريقه اللي هو بيحاول يقرب بيها مش عارفه ليه حاساك بتصده بشكل انا مش فاهماه. كأن اسلوبك مش هيبقى نفس الاسلوب، او طبيعتك مش هتبقى نفس الطبيعه معاه. ده هو هيبقى بيشوفه بس هيبقى بيعمل له ريزيست، او هيبقى بيصده، يعني هيبقى بيقاوم اسلوبك دوت. هذا الشخص مش عاوز يخسر، مش بيحب فكرة ان هو يكون مهزوم او فكرة ان هو يخسر. فده اللي هيخليه يحاول معاك باقصى درجة. هيبقى حامي وبارد في نفس الوقت وياك. مش عارفة ليه حساك تبعد، يعني دلوقتي بعيد. لو العلاقة ما رجعتش في الوقت اللي انت محدده او ايا كان حاجة زي كده، هتقوم انت مقرب، او يعني تسيبه هو يجس نبض، حاجة زي كده. فجأة واحدة هتبقى ما بتعملش اي بارتيسيبيشن، يعني مش هتبقى بتحط ايديك في العلاقة. فجأة واحدة هترجع لورا وخلاص، وبعد كده تتقدم لنفسك في طريقك. ده اللي انا شايفاه، وده اللي هو هيبقى ضده. يعني هو ده اللي هيبقى بيقول لك هو من خلاله لا انا مش عايزك تعمل كده. طيب كارتين كده. طيب اول كارت هنا بيقول لك ذا فيوتشر، وبيتكلم طبعا عن المستقبل، وبيتكلم ازاي ان هو كان عاوزك وياه في المستقبل. خد الكارت كمان. وهنا بيقول لك اوبسيست. طيب شفتوا بقى الطريقه وانا بفتح طاقتكم لما قلت لك انه لما هيلاقيك بتقاوم هتبص تلاقيه بيحاول انه يقرب. هو ده بقى الاوبسيشن، او هو ده الهوس. هنا بيقول لك I regret lying to you. هنا بيقول لك I love you unconditionally. بيحبك، بيقول لك هنا ان هو بيحبك جدا. وهنا بيقول لك ان هو زعلان ان هو كذب عليك في وقت من الاوقات.
طبعا انا بشكر جدا المجموعة الاولى والمجموعة التانية، واشوفكم بكرة ان شاء الله. وهنا الكارتين طبعا اللي نزلوا الاوبسيس الهوس، وهنا الفيوتشر المستقبل. شكرا جدا، السلام عليكم.